ايه يا ابني انت فين؟ ايوه يا مجدي، انا في الكليه وانت فين؟ طيب انا فوق في الاتيليه مستنيك. طب انا طالع لك دلوقتي، يلا سلام. خلاص تمام. طلبة قسم ديكور هم زي الولد في لعبة الكوتشينة، هم يعني واقفين في النص كده، لا يعني لا تحسهم مساطر وبلانات ومسطرة حرف تي وكده بس، ولا في نفس الوقت هم ألوان وباليتات ولوح وكده بس. هم حتى في النص، يعني اللي هو مثلا عايز تصميمات وبلانات ومساطر وقياسات ونسب هتلاقي، وعايز في نفس الوقت تعمل فن وإبداع وتعمل شخصيات أو ترسم حاجات أو تلون حاجات برضه هتلاقي. ولو انت خدت بصه خاطفه على اتيليه 3 قسم ديكور هتلاقي فيه لوح كتير ورا الاعمال مختلفه، كل اللي عملوها هم طلبه في القسم، هتلاقي ان هي اعمال مختلفه ويمكن كتير منها مش قريب من بعضه. فده اللي بيخليك تقدر تاخد بالك ان القسم رامي في كذا حته، والطلبه اللي فيه بيقدروا يشتغلوا في كذا مجال وفي كذا حاجه، ودي حاجه من وجهه نظري مبهره جدا. هو اي نعم طلبه فنون عام او فنون جميله عامه يقدروا يعملوا كل ده، ولكن اللي بيميز طلبه الديكور ان هم موجودين في كل حته وفي اغلب الحاجات. فالنهارده باذن الله انا هكلمكم عن ليه انا شخصيا بحب قسم الديكور. اول نقطه هتكلم عنها، ويمكن دي مش ميزه في القسم بالتحديد، هي ميزه في الكليه عامه، وهي المجتمع. وبما ان القسم جزء من المجتمع ده فلازم اتكلم عن المجتمع في القسم. ايه استعمالك فين؟ يا ابني مسطره التيكت هنا، سبتها دخلت الحمام اتفرجت ما لقيتهاش. يا ابني دور عليها سوا اكيد مش هتعرف شويه. يا ابني مسطره التيكت ايه ده؟ هو مش انت اللي كنت قاعد جنبي؟ انا؟ ايوه انت كنت قاعد جنبي. يا عم انت مسطره اليتيم دي. يا عم انت مسطره يا عم. مش مسطره يا عم. مسطره يا عم. بقول لك ايه يا ابني؟ واللي بيميز ديكور ان عدد الطلبه فيها اقل من الباقي عامه، اقل من عماره واقل من فنون جميله عام، فتحس ان هم كلهم على بعض شله كبيره وبيتشعبوا متاخر شويه، فبيقضوا فتره اطول مع بعض. مساء العذاب الوان، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ عملت ايه؟ عملته في الامتحان؟ مين يا ابني؟ انا مين؟ انا اللي مديك السؤال الاولاني فوق، انا اللي منجحك. اي نعم، لا يزال فكره ان في ناس بتحب بيكونوا صداقات قريبه مع 3-4 من القسم، ولكن الفكره واحده في فكره ان هم جروب واحد كبير تقدر تاخد بالك منهم، وكل ما المجموعه تكبر كل ما المواهب بتبدا تظهر اكتر، فناس اكتر بتحاول تكتسب من الموهبه دي حاجه او تتعلم منها حاجه، ودي من الحاجات الجميله جدا اللي بشوفها في قسم ديكور. استنى انت مين؟ ايوه انت مين بقى؟ دي حاجه ممكن تبان غريبه انها شايفها ميزه، ولكن انا فعلا شايفها ميزه جامده قوي، وهي اتيليهات ديكور. حتى انا سالت طلبه كتير في الموضوع ده، انا ليه بحس براحه نفسيه في الشغل في الاتيليه بتاع ديكور. وبالمناسبه يعني لو انت قدرت تدخل الكليه في السنين اللي انا موجود فيها هناك، غالبا لو بتدور عليا هتلاقيني في قسم ديكور، وبالتحديد في اتيليه 3، وهشرح لك اشمعنى اتيليه 3 مش 2 قدام. يلا يا ابني انتوا قاعدين ليه؟ يلا يا يسري. يا محمد هتقفل ولا ايه؟ ايوه يا يسري يلا. طب تمام بقى، يبقى خد الباب في ايدك، ماشي؟ تصبح على خير. شغل في اتيليهات ديكور مريح جدا، الاتيليه واسع وفي ترابيزات كتير ومساحه حلوه قوي ان انت تشتغل. فانا كشخص بحب ان انا اشتغل في الكليه، او انا كشخص مغترب بفضل ان انا اشتغل في الكليه بدل ما اشتغل في السكن، بلاقي الراحه بتاعتي في القسم هناك. اتذكر حد من اصدقائي كان قال لي ان الراحه في القسم ان السقف عالي شويه مثلا في الاتيليه، فعندك تحس ان في متنفس زياده، ولكن انا على صعيد شخصي بحب جدا ان انا اشتغل جوه الاتيليه بتاع ديكور، ودي حاجه ما اظنش انها تتغير قريب. عم زياد، قول لي، انا قلت بقى ايه، طالما بقعد معاكم ديكور كتير اجرب بقى فرصتي واعمل البلان بتاعي. كلام يابا عيب، انت فاكرني قاعد كده بسمع وخلاص؟ لا ده انا مهندس. بص كده شكله حلو، بس انا عارف ان انت يعني ايه ممكن تجامل كده، وانت عارف الدرجه دي؟ بص بقى قول لك بصراحه تامه. ايه ده؟ بص ده يعني اكيد عجبك مش كده؟ ايه ده؟ جامد. ايه القرف ده؟ تالت واهم حاجه عجباني في القسم هي الشغل ذات نفسه. انا معجب بشغل الديكور. انا اي نعم يمكن ما كنتش هحس بده الا اذا كان قاعد معايا في نفس السكن اللي انا فيه طالب بقسم ديكور، قدرت ان انا اشوف من خلاله الشغل عامل ازاي. يمكن انا مش بحب الدرجات بتاع الشغل قوي، ولكن ان انا حبيت الشغل. رسم البلانات في حد ذاته ممتع، ان انا مثلا اخد الاوتلاين بتاع شقه، وان انا اقعد بقى اقسم المساحات الداخليه بتاعتها، واخد بالي من القواعد اللي المفروض امشي على اساسها، زي مثلا ان انت ما ينفعش تدخل الحمام وتفتح الباب وتلاقي القعده في وشك، انت تفتح باب الشقه وتقدر تشوف اوضه النوم، او انت تفتح اوضه النوم وتشوف السرير على طول. يعني دي كلها مبادئ انت بتتعلمها من كتر الشغل. مثلا العمدان اللي موجوده جوه الشقه المفروض ان انت تعرف توظفها صح، ما يبقاش فيه عمود كده طالع لك زي الخازوق ومش عارف توظفه.
يعني في حاجات كده انت بتكتسبها مع الوقت، هي اي نعم بتنفعك كخبره حياتيه، ولكن لما تقعد تشتغل عليها هتحس باستمتاع رهيب. يا معلم، ايه الاخبار يا كبير؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا كبير؟ اهو الحمد لله. اتفضل يا كبير. بص يا معلم، زي ما انت عارف انا بحضر معاكم على طول، فقلت بس اما اجرب ارسم بلان. ودي يا عم. طبعا بعد ما رسمتها وريتها لزياد عشان قاعد معايا وكده، قعد يقول لي وحشه وبتاع، بس انا وانت فاهمين يعني يا عم زياد فكك منه، ده بينجح بالعافيه يعني. بالظبط. فعايزك بقى ايه؟ وريني 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 يا رأيك كبير. في لا استنى بقى، استنى. مشغل الشغل على ما شاء الاخر. الله، بسم الله ما شاء الله. ده اتعملت في قد ايه ده؟ ده 3 ايام. يا ابن اللعيبه، ده الخط ده انت اللي عامله؟ ايوه بامانه. ايوه والله. ايه القرف ده يا اسطى؟ نقطة عايز اتكلم عنها بشكل خاص، وهي ان كتير قوي من الطلبة في فنون جميلة بيقفلوا مجالهم على المجال الاكاديمي بتاعهم. مثلا انا قسم جرافيك، انا مش مهتم ان انا اتعلم حاجة في نحت، مش مهتم ان انا اتعلم حاجة في تصوير، مش مهتم ان انا اتعلم حاجة في عمارة، مش مهتم ان انا اتعلم حاجة في ديكور، ودي اكبر غلط. يعني انت انت يعني عايز اشرح لك قد ايه ان انت محظوظ لو انت دخلت فنون جميله، لان انت موجود في قلب مجتمع بيدرس الكلام ده، وعندك مساحه ان انت تروح وتتكلم مع اي حد في اي قسم وتساله عن الحاجه اللي انت عايز تسال عليها، وفي سهوله رهيبه ممكن تبقوا اصحاب وتتعلم الحاجه ديت وتكتسب صديق شاطر جدا فيها. وده يعني مش عارف فين، بس ما اظنش ان انت هتقدر تلاقيه في اي مكان تاني، ان انت تبقى محاط بالموهوبين او بالمهارات دي وبالاساتذه دول، ولما تروح تسال حد منهم مش هيستخسر فيك المعلومه، بالعكس هيديها لك وبنفس راضيه وبابتسامه. يا نهار ازرق، صباح الفل، ايه الاخبار يا اخواتي؟ انت عندك مساحه ان انت تروح وتجرب وتجيله. يعني انا طالب في جرافيك وبعمل بلانز مع ديكور، انا طالب في جرافيك وممكن اشتغل مع بتوع عماره في الماكيتات اللي بيعملوها، انا طالب في جرافيك وبقدر اشتغل مع تصوير ان انا اخد بالي من الشغل واساعدهم في الحاجات اللي هم بيعملوها. انا اقدر اشتغل مع كل دول ببساطه، لان انا مش مقفول على القسم بتاعي. وده اللي بيميز فنون جميله من وجهه نظري، ان هي مش منغلقه على المجال اللي هي فيه بس، لا انت عندك مساحه، احنا عيله واحده كبيره، ممكن ان انت تتعلم من ده وتتعلم من دول. فما تضيعش فرصتك في ان انت تكتسب الخبرات دي، لان ما اظنش ان في اي فتره ثانيه في عمرك هيبقى عندك فرصه زي اللي موجوده عندك لو انت في فنون جميله الزمالك. هنا في زرع محمود، نحطه هنا مثلا. الله صحيح، الزرع مرسوم ده بلان ليه هندسه؟ مين اللي بقى في الناس هيسقيه؟ نيجي بقى لنقطه شويه يعني خاصه بيا انا، وهي السبب اللي مخليني انا احب ديكور، وهو شعب السينوغرافيا. يمكن تبقى من اللي بيتابعني وعارف شغلي عارف ان انا شغلي اكتر سينما، فاقرب مجال ليا في الكليه هنا بالتبعيه هي شعبة سينوغرافيا قسم ديكور. سينوغرافيا هي اللي مسؤوله عن الديكور بتاع المسرح والسينما. انا بما اني طالب في الكليه فبقدر ان انا احضر معاهم محاضراتهم، لان في الاول وفي الاخر انت انا فنون جميله، يعني مش هيقول لي انت سينوغرافيا، لا انت عماره داخليه، لا انت جرافيك. ما فيش الكلام ده عندنا في الكليه. فانا عندي مساحه لطيفه جدا ان انا احضر مع دول واشوف هم بيدرسوا ايه واتعلم معاهم واتعلم منهم. لو في حد فيهم جات له فرصه ان هو يشتغل او حتى يعرف معلومه زياده، صعب جدا ان هو يستخسرها فيك. فدي من الحاجات اللي مخلياني انا بشكل خاص افضل قسم ديكور، وان انا اكون بقضي اغلب وقتي هناك نظرا للخبراء والاساتذه المتخصصين في المجال اللي انا بطمح ان انا اشتغل فيه في يوم من الايام. بقول لك بقى يا محمد، امرني يا انا باشا. عملت بلان بس الولد زياد وبودي قعدوا يقطموا فيا، قلت انت اللي هتنسى. وريني انا هقول لك. قول لي رايك بقى يا محمد، بس ما تجاملش. لا ما مش تجاملش. ايه يا ابني القرف ده؟ ايه يا ابني القرف اللي انت عامله ده؟ يلا يا عم روح خد يا عم، يلا يا عم، يلا يا عم، يلا يا عم، ده بلام ده، يلا يا عم. دلوقتي بقى ممكن نتكلم في اخر واهم حاجه من وجهه نظري، واللي بيضفي طابع من الراحه النفسيه في القسم كله، وهو عم محمد. وده شكر خاص ليه من خلال الفيديو ده. عم محمد من افضل واجمل الناس اللي موجوده في الكليه. عم محمد هو علامه من علامات قسم ديكور، متواجد هنا في الكليه معانا من سنه 91. راجل ليه بصمه وليه تاريخ في المكان. عم محمد هو بيلعب دور الاب بالنسبه لنا، موجود وبيساعد. سواء انا حتى مش طالب ديكور يا جماعه، انا طالب جرافيك، انا مش طالب ديكور، وبرغم من كده انا بقول الكلام ده بصدر رحب، لان اللي انا شفته من عم محمد مش قليل. راجل طيب وبيحب يساعد الطلبه وبيقف جنبهم، غير تسليم المشاريع وحاجات كتير يمكن مش موجوده حتى عندي انا في فنون عام. ما اظنش في حد من العمال عنده استعداد ان هو يساعد الطلبه زي عم محمد، ودي حاجه بصراحه انا بحسد الطلبه في قسم ديكور عليها، وبتمنى تبقى موجوده عندها في باقي الاقسام في يوم من الايام. فعلا دي حاجه كان لازم اذكرها، واشيد بكوبايه الاندومي اللي عم محمد بيعملها. لو ايوه خصمي بيتشاه انا بفرق خط
وبس يا سيدي كده انا كنت شرحت لك في ايجاز انا ايه اللي بيخليني احب قسم ديكور. اتمنى تكون استفدت من الفيديو وبقى عندك نظرة افضل على شكل القسم عامل ازاي، وفي نفس الوقت اتمنى ما تنساش تتابعني على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الختام انا عبد الرحمن يسري واهلا بيكم في البرنامج الفني. ايه يا ابني انت فين ده كله؟ ده انا وصلت عند الاتاريه اهو بس مش شايفك. انت فين؟ في اتاري 3. 3؟